السلام عليكم، تحياتي. الشريط هذا سيدي بما يخص العمليات الإرهابية اللي صارت في تونس، مش ليما برك معناها مدة 5 سنين. العمليات الإرهابية سيدي نقول لكم يا توانسة اللي وراها هذه فرقة البات. باش نقول لكم شكون هذه فرقة البات. فرقة البات هذه تكون 110 عنصر. هذه فرقة البات تخدم تحت أوامر كمال طيف والدولة العميقة. فرقة البات هذوما كل واحد منهم يخلص 30 مليون، واعطينهم الكارت بلانش يستعملوا حتى المخدرات ويجيبوا لهم نساء العاهرات واعطينهم كل شيء. هذه الفرقه سيدي من اطفال بورقيبه اللي عندهم لا مالي لا حد شيء. هذه الفرقه البات يديها ملطخه بالدماء الشعب التونسي. هذوما الرحمه لا يقتلوا في التوانسه بارتو، يندسوا في كامل التراب الجمهوريه، يندسوا معناها في الدوريات من الجيش ولا الحرس كونه هما معناها امنين، لكن هو كمين يقع بعد ما يندسوا يقع اغتيالهم عبر كمين ويقتلوهم، يقتلوا العباد الكل، يقتلوا الدوريه الكل، ما يخليوا حد شيء. وبعد ما يقتلوا يخرجوا 2 ولا 3 كادافر وتيشون في القاع ويقولوا ارهابيين. بعد ما يضربوا سلاح في الهواء وكل شيء ويجيوا معناها الامنين نورمال معناها الزواوليه ولا الجيش دوريه الجيش يقولوا قتلنا الارهابيين، وهما قتلوا معناها دوريه الحرس ولا الجيش. لكن هذا غلط. هذه فرقة البات مجهزة بأحدث السلاح ومترنين معناها بالكدا، كانوا قبل يحميوا في بن علي وفيهم ياسر قناصة اللي قتلوا توانسة. هذه فرقة البات تدور في كامل تراب الجمهورية وعملت كل العمليات الإرهابية في تونس، واحنا متأكدين، وهذه المعلومة جاتنا من أمنين شرفاء. يا توانسة فيقوا، هذه فرقة البات خطر على تونس. هذه هي معناها مهمتها هي الاندساس وغدرة الدوريات التونسية كل كما قلنا من الجيش والحرس في كامل تراب الجمهورية، في الشعامبي ولا في سيد علي بوعون ولا في كل المناطق اللي صارت فيها العمليات الإرهابية كل. هما وراء ذبح الجنود ذبحوهم في الشعامبي، هما وراء الاغتيالات كل من الحرس والجيش والأمنيين، هما وراء الاغتيال معناها شرفاء تونس اللي قاموا بالثورة اللي كانوا ضد بن علي. هذوما جماعة بروفيسيونيل مترين على كل شيء ويندسوا في كل منطقة من المناطق التونسية. حبينا نفضحوهم ونكشفوا للتوانسة كل العمليات كل مفبركة، والإرهاب هذا كل مصطنع، وفي تونس معناش إرهاب راهو. وهذه الفرقة كما نعاودوا نقولها تكون 110 عنصر لموهم وحطوهم مع بعضهم بعد الثورة لاغتيال الثورة لترويع الشعب التونسي، الشعب اللي قام معناها ضد الدكتاتور، ضد بن علي وضد الطرابلسية وضد حامد القروي وضد العصابة اللي حكمت تونس أكثر من 60 سنة اللي تنهى في الشعب التونسي. تو كي قام الشعب معناها ويحب يأمن ثرواته وقال لهم وين البترول وين ثروات تونس، وأمنوا معناها ثروات تونس، تو خرجونا معناها العملية كالعادة يعاودوا فيها من جديد عملية الإرهاب باش يلهيونا على الموضوع. معناها الصحيح هو الارهاب. يا توانسه راهو ما فماش ارهاب، فما هذه فرقه البات هي تختل في الشعب التونسي. فيقوا يا توانسه فيقوا، فرقه البات يلزم معناها تصدي لها، يلزم شرفاء الامن والجيش يتصديها والقبض عليها. واول ما تشدوا كمال طيف خاطر تمشي هذه الفرقه معناها الاجراميه تمشي بتعليمات كمال طيف والدوله العميقه. هذه المعلومه حبيت نسوقها للشعب التونسي الا كونه ما فماش ارهاب. هذا إرهاب مفبرك، وإن شاء الله معناها الشرفاء الحرس وشرفاء الجيش يفهموا هذا الشريط بكدا ويتحركوا على خطر على سلامتهم من هذه الفرقة الإرهابية اللي تخدم ضد مصلحة تونس. والسلام عليكم.